كنا في هاي بعد التلمس بدهم يبكيوا بريم بدي ماشي هو اللي ما عندكش غارس دقيقة ما عندكش استنى تشتغلوا بالمنافقين هذه مظاهرة مسموح بها مظاهرة مسموح الميليشيات تعمل الامن. الميليشيات وين؟ الميليشيات هي اللي قاعده تعمل في الامن في البلاد. مسيبين ميليشيات ماكش امن نتاعو. مناضلين طول عمرنا مناضلين ولو كان مش كلنا مناضلين طول عمرنا مناضلين. قلنا كلمة الحق وحتى انت تدفع في اشتراكات الشعب. ميليشيات النهضة تعتدي علينا في شارع بورقيبة. أحمد الصديق عضو مجلس الهيئة الوطنية المحامين يا أحمد الصديق عضو مجلس الهيئة الوطنية المحامين. ميليشيات النهضة تعتدي علينا في شارع بورقيبة. ميليشيات النهضة تعتدي علينا في شارع بورقيبة. برا السيارة ودي تسقط وانتش عاطينك فلوس يا اخوي. وين الحمل؟ الحمل علي العريض اللي رفع عليه تطوعا. كيفاش ميليشياته وميليشيات حركة النهضة تعتدي على عضو مجلس الهيئة الوطنية المحامين واقف في شارع بورقيبة. وحماد من يدور الشعب. لا ما نمشيش. شكون اعتدى عليك؟ ما اعتدى عليك حد، ما اعتدى عليك حد، هذه ميليشيا تاع النهضة. اعتدى عليك حد يا سيدي. ودي يا سيدي انت عندك بيرو بالتجمع. عندك بيرو سيدي ديجاج يا خماس ديجاج. يا اللي تحبوا تدخلوا البلاد في حيط ديجاج 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 يا كلاب بنانين.
فما الناس اللي راهو فيهم في التلفز هذوكم يحبوا يهزوا البلاد في هاويه. هذا راهو فيه الناس اللي دولة القانون والمؤسسات، دولة القانون والمؤسسات. كي قالوا لكم شارع بورقيبة، كي قالوا لكم شارع بورقيبة خليوه يريض شوية على خاطر الوضعية نتاع البلاد ما تتحملش. كان من المفروض انتم تعاونوها، كان من المفروض تعاونوا، اما انتم تحبوا تشعلوها البلاد. الحرام يا نهضة. سامحني 4 من الناس اللي راهو فيكم في القنوات، ما عادش 4 من الناس، 4 من الناس اللي راهو فيكم في القنوات. يا حاج ما عادش تعاود 4 من الناس. هذيك قالها بن علي، قال بن علي، قال بن علي ثم 4 من الناس، قال بن علي ثم 4 من الناس في الجزائر. لا المشكلة هذيك شكون قالهم بن علي؟ وقتاش قالها بن علي؟ وقتها كانوا معاه جماعة دعم فيه، وقتها كانوا جماعة دعم فيه بن علي. احنا تويك في ثورة يقبلوها، احنا المجتمع التونسي عمل ثورة يقبلوها. لكن لاحظنا ايضا بوجود جهات تحب هي تفرض القانون وتعيد وتسب في الناس. جهات هذه شكون معناها؟ ناس لابسين لباس مدني يدافعوا على حركه النهضه، يدافعوا على الحكومه الحاليه. الحكومه اليوم عندها ادوات السلطه باش تدافع على نفسها، عندها اليوم الامن، عندها الاجهزه نتاع الدوله باش تدافع على نفسها، اما مش معقول باش تسمح. ولاحظنا في بعض الانهج ثم تواطؤ لعوان بعض اعوان الامن مع بعض الافراد هذوما، يعني المواطن يجي يحبر على رايه ما يدخلش للنهج، واللي جاي يدافع على الحكومه يدخل للنهج. هذا مش معقول، تفريق بين المواطنين، كاين المواطن الباهي والمواطن الخايب. هذه امر ماهوش معقول، وهذا يتنافى مع دوله القانون ومع المطالب نتاع الحريه اللي جات من اجلها الثوره. انك تهبط معك ميليشيا على راس الملاء ومعاهم المصورين نتاعهم عمرها ما ريتها. وثم حركه النهضه زاده معناه ينبغي تجبد الميليشيات نتاعها، ما تبقاش بميليشياتها. ما ثماش ميليشيات في تونس، الميليشيات يلزمها تتنحى، ما يلزمهاش تبقى. معناها عقلية الأحزاب الميليشيات يلزمها تتنحى، وهذيك اللي مش تهز البلاد للخطر. كان تزيد توضح لنا أكثر كيف شنو تقصد بالميليشيات بالضبط معناها؟ أنا ريت البوليسية من ناحية، وريت مجموعات من حركة النهضة بالعسين نتاعهم باللحين نتاعهم، معناها يشاركوا في الاعتداء على المواطنين. لازم كفاءة ويرفعوا بالشعارات ضد الناس وهم بالوحده نتاعهم، هم محميين وعندهم العصا نتاعهم. هبال اصل جنون. فاذا كانت هناك مجموعه مدنيه تصدت لهذه المظاهره، نحن نؤكد ان لا صله للنهضه بها، وهي كما ذكر بعض الملاحظين تنتمي إلى جماعات، تنتمي إلى لجان ثورية، وليست تنتمي إلى حركة النهضة. فالإسراع بالاتهام هذا ليس معينا على عملية التحول الديمقراطي.